إذا عندك سيارة، ميتور، تراكتور وحتى بسكليت فلازم يكون عندك من هدول الجهازين. ما في حدا منا ما فات بهيك موقف، سايق الصبح متأخر ومستعجل ومعك ربع ساعة بس لتوصل على الشغل، فجأة بتشوف دولاب سيارتك بالأرض أو البطارية فاضية ومانها قدرانة تدور السيارة. لهيك هدول المنتجين لازم يكونوا دائما بسيارتك. أولا هذا الشاحن الذكي ما بيشبه أي شاحن تاني مستخدمه بحياتك. شاحن ذكي بيتعرف لحاله على نوع البطارية سواء كانت 6 أو 12 فولت، وبيبدأ الشحن تلقائيا وبيفصل الشحن تلقائيا لما تعبي البطارية، وفيها شاشة بتفرجيك كل شيء بتحتاجه، الفولت، نسبة الشحن، الحرارة، وحتى الأخطاء إذا في مشاكل بالبطارية. وكمان فيه نظام اسمه بولس ريبير، واللي بيعمله إذا كانت البطارية ضعيفة أو شبه ميتة ممكن يرجعها للحياة مرة تانية. وكمان في حماية من عكس الكابلات والحرارة والشحن الزايد. شو هالشحن بتحسه دكتور؟ وخليني فرجيك هلا الجهاز الثاني، منفاخ هواء ذكي. وفعلا هذا الجهاز لازم يكون موجود بكل بيت. بيشتغل على بطارية داخلية وقوة ضغط بتوصل ل 150 بي اس اي، يعني بينفخ دولاب السيارة بحوالي 3 دقائق، ودولاب الميتور في حوالي دقيقتين، ودولاب البسكليت في دقيقة. بس لا تحكي لي انك لسه بتستخدم هيك شيء لنفخ الدواليب. وفيك تنفخ فيها طابة الولاد وفواشات السباحة واي شيء تاني، وكله بنظام ذكي واوضاع تلقائية، وفيها شاشة بتعرض الضغط لحظة بلحظة، وحتى فيك تختار وحدة القياس اللي بتفهم فيها، البار، البي اس اي، وحتى الكيلوغرام. وفيها كمان اضاءة ال اي دي بثلاث انماط، اضاءة عادية واضاءة فلاش وحتى اضاءة الاس او اس للطوارئ. والجهازين صغار وخفاف ورخاص، وكلا المنتجين بتلاقوهم من هون. وبس، سلام.